عاجل. تركيا للشيخ يتهم المنتخب الجزائري بتناول المنشطات في مباراة الجزائر والسعودية. لكن أولا، وإن كنت تتفق أن تركيا للشيخ قد فقد عقله بعد هذه التصريحات الصبيانية، وأن منتخب الجزائر فاز على شقيقه السعودي بمهارة الغزال أنيس حاج موسى وصلابة الدفاع بقيادة سمير شرقي الوافد الجديد، وسلاسة خط الوسط بقيادة المايسترو بن ناصر العائد. فاضغط لايك واشترك في القناة. لا تزال تداعيات الانتصار الحاسم الذي حققه المنتخب الجزائري على نظيره السعودي تصنع الحدث، فقد خلفت هذه المباراة أجواء مشحونة للغاية في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن بعض مناصري الأخضر السعودي طالبوا بإعادة المباراة مرة أخرى في موعد آخر ليبرهنوا أنهم الأقوى وأن الجزائريين فازوا بالحظ فقط. واستغل المستشار التركي آل الشيخ المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل هذا الترند، حيث خرج بتصريح خطير قال فيه إنها المنشطات هي من تجعل لاعبي كرة القدم يركضون بدون توقف. لو دققتم في المدعو أنيس حاج موسى لفهمتم إيش أقصد. يجري ويجري 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 ولا يتوقف. شو هالسالفة؟ الله يخرب بيتك. أظن أنك لوحدك واخذ برميل منشطات. هذا أمر لا يصدقه عقل. ألا يتعب هذا اللاعب؟ أنا لا أقول هذا من فراغ، لكن يجب فتح تحقيق من طرف الفيفا إذا أردتم تكذيب كلامي. سيذهب بعضكم ليقول إني مضغوط وزعلان على هذا الإخفاق اللي مني به المنتخب السعودي، لكن لا على الإطلاق. الجزائريون إخواننا وأشقائنا في الدين واللغة والهوية والحب والمودة راح تبقى للأبد بين الشعبين، لكن من حقي كمواطن غيور على بلده أن أشك في هذا الموضوع.